المكونات: بطاطس حوالي 4-5 حبات متوسط الحجم، زيت زيتون للقلي، ملح وفلفل أسود حسب الذوق، خيار حبة واحدة مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة، طماطم حبتين متوسطة مقطعة إلى مكعبات صغيرة، بصل أحمر صغير مقطع إلى شرائح رقيقة، فلفل أخضر حار اختياري مقطع إلى شرائح رقيقة، عصير ليمونة واحدة بقدونس طازج مفروم للتزيين. طريقة التحضير: تقطيع البطاطس والقلي: قشري البطاطس وأقطعيها إلى شرائح رقيقة جدا تكون على شكل أقراص. اغسلي البطاطس بالماء البارد ثم جففيها جيدا بفوطة مطبخ. سخني كمية كافية من زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة عالية. أضيفي البطاطس بالتدريج إلى الزيت المسخن وقليها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب. انقلي البطاطس المقلية إلى ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد، ورشي عليها ملح وفلفل أسود. تحضير السلطة: في وعاء كبير اخلطي البطاطس المقرمشة مع شرائح الخيار ومكعبات الطماطم وشرائح البصل الأحمر والفلفل الأخضر الحار إن استخدمتيه. أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون وقلبي المكونات بلطف حتى تتداخل. التقديم: قدمي سلطة البطاطس المقرمشة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم. الاستمتاع بالطعم: تقدم سلطة البطاطس المقرمشة مباشرة كوجبة خفيفة ولذيذة تناسب أيام الصيف الحارة. هذه الوصفة ستمنحك سلطة مقرمشة ومنعشة بمذاق رائع، مثالية لتناولها في أي وقت من اليوم. استمتعي بتحضيرها وبالطعم الرائع